الخلية ديت تعتبر كويسة. في كثافة نحلية هنا زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي في موسم الموالح. بنلاحظ ان في هنا النحل بيبتدي بيحط عسل هنا في العيون السداسية الموجودة جوه. نلاحظ بالراحة كده نلاقي العسل يبتدي في وضع العسل في العيون السداسية. ده طبعا ذكر في الخلية، ذكر من ضمن الذكور الموجودة في الخلية. هو بيكون حجمه كبير وعريض من بطنه. ودي طبعا حضنة مقفولة. حد يسألني انت ليه مثلا من غير قناع او من غير اي حاجة مع النحل كده. طبعا دي سلالة نحل هي هادية شوية بس مش قوي يعني. وفي نفس الوقت لاننا في موسم الموالح فالنحل مهتم اكتر بجمع الرحيق وكده، فمش بيميل للسع وكده غير في الخلايا الشرسة شوية. انما دي يعني مثلا هم مندمجين دلوقتي في وضع العسل وكده زي ما احنا شايفين. دي مثلا بتحط عسل، دي من خرطوم الرحيق الموجود في بق النحل. مع الشغل الهادي طبعا. هادي خشب. الهادي. طبعا زي ما احنا شايفين البرواز ده فيه كمية عسل يعني جميلة إلى حد ما في موسم الموالح. في الناحية التانية برضه هنا بقى الخلية ديت في حالة تطريد يعني. كان في بيت ملكي في الخلية، خرجت منه ملكة جديدة، هي لسه موجودة في الخلية دلوقتي عذرة ما تلقحتش. الملكة القديمة أخدت مجموعة من النحل وطلعت عملت طرد في مكان تاني. الملكة اللي طلعت من البيت الملكي ده. هنا هو بيت ملكي مفتوح زي ما احنا شايفين. ده كان فيه الملكة، ده البيت الملكي المفتوح اللي كان موجود في العذراء اللي خرجت. لذلك ما فيش ملكة في الخلية دي، ولا في بيض ولا أي حاجة. احسن وقت. في برضو البرواز ده فيه كمية عسل كويسة جدا.
دي نهاية حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله في حلقة تانية في موضوع تاني هنتكلم بإذن الله.